حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض كفته الحاتي بابسط تتبيله، والطعم والريحه حكايه. هقولك على سر طراوتها وتطلع معانا كده جوسي وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. عايزه اقولك التتبيله بتاعتنا بسيطه جدا، بس في نفس الوقت هتطلع معاكي احلى كفته هتجربيها. تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال والحلاوه دي النهارده ازاي. بس اهم حاجه لو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا وصفتنا ونشوف عملناها النهارده ازاي. اول حاجه انا معايا هنا بصلايه فربها في الكبه. اول ما نفرم كده البصلايه انا محتاجه ان انا اخد التفل بتاعها بس. فباخد كده البصلايه بصفيها من اي سوائل خالص فيها. ميه البصل دي طبعا احنا مش هنرميها، هقول لك هتعملي فيها ايه دلوقتي. هصفي البصله بتاعتي كويس جدا من الميه. وعايزه اقول لك تعتبر ده من اسرار الكفته. طبعا لو انت سبت البصلايه بالميه بتاعتها فده سبب من اسباب الكفته انها تفك معاكي. معايا هنا بقى نص كيلو من اللحمه، ضفت عليها البصلايه بعد ما صفيتها كده من الميه تماما. ومعايا هنا البهارات بتاعتي ملح وفلفل، معلقه كده من بهارات الكفته، ونص معلقه صغيره كده من بهارات اللحمه، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان يديلنا هشاشه. اهم حاجه في الكفته طبعا لازم تتعجن كويس جدا جدا. لو مش هتعجنيها بايدك تقدري تحطيها في الكبه وتعجنيها في الكبه. لازم تشوفي الانسجه بتاعتها تكون بالشكل ده، تفتل كده معاكي. وبكده تكون الكفته بتاعتنا اتعجنت كويس جدا معانا. تعالوا بقى عشان كده ايه نسيخها كده مع بعض. ودي كده ميه البصل حطيت عليها كده معلقه صغيره من الصلصه. وابدا بقى ايه اعمل لي ايدي من ميه البصل دي، وببدا بقى اخد الكفته بتاعتي كده واسيخها على السيخ. لو ما عندكيش السيخ اللي انا بعمل عليه ده، تقدري تجيبي بقى عيدين كده من الشيش بتوع الشيش طاووق وتحطهم مع بعض وتسيخها عليهم. وده كده شكل الكفته بعد ما سيختها. هعمل كمان واحده معاكي، بمسك كده الكفته وبعملها كده على السيخ زي ما اتفقنا. لو مش متوفر عندك يبقى عيدين كده من بتوع الشيش طاووق تمسكوهم كده مع بعض وتعمليها كده بالشكل ده. انا هخلص بقى كل الكميه بالشكل ده. وانا هنا المره دي هسويها في الفرن. جبت بقى الصينيه بتاعتي، حطيت فيها كده طرنشات من الفلفل وطرنشات كده من الطماطم. وهحط بقى الكفته بتاعتي هرصها بالشكل ده. تقدري طبعا تعمليها على الجريلا، لو انت عايزه تعمليها على البوتاجاز مفيش اي مشكله خالص. بس انا النهارده كنت عاملاها في الفرن. وده كده شكلها بعد ما رصيتها. معايا هنا بقى ميه البصل اللي ضفت عليها معلقه كده من الصلصه. بجيب الفرشه بتاعتي وببدا ادهن بقى الكفته بتاعتي قبل ما ادخلها في التسويه. تدي لها طعم حلو جدا بصراحه، وبتبقى خلي الريحه بتاعت الكفته في منتهى الجمال. هشغل بقى الفرن بتاعي، بحطها كده في الرف اللي قبل الارضيه. وبغطيها في الاول كده بورق فويل. وهي الكفته اصلا ما بتحتاجش تسويه، فهي في خلال نص ساعه هتكون جاهزه معانا وتطلع معانا بالجمال ده. عايزه اقولك بقى ان طعمها وريحتها كانت قلب الدنيا. طريه كده وجوز وحاجه كده في منتهى الجمال. تتبيله بسيطه جدا وسهله هتطلع معانا احلى كفته حياتي هتجربيها. اتمنى وصفه النهارده تكون سهله وبسيطه، اتمنى تجربوها. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية جايه جديده. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير، واشوفكم على خير باذن الله.